قبل ما يموتوه ب3 أيام اتصلوا بعمه وقالوا له كلها 3 أيام الحق حضر الجنازة بتاعت ابن أخوك. وبالفعل بعد ال3 أيام خلصوا عليه بأبشع طريقة ممكن تتخيلها. كل ده عشان كان راجل شهم بيدافع عن واحدة ست كبيرة عندها 65 سنة هي وجوزها. هو ايه الحكاية؟ يلا بينا عشان احكي لكم التفاصيل الكاملة في أصل الجريمة. اللي ظاهر قدامكم في الصورة ده اسمه بلال أحمد، شاب من محافظة القاهرة وتحديدا من حلوان. بلال بيشتغل سواق توك توك في حاله، ولا بتاع مشاكل ولا بيحب المشاكل. من مدة 3 شهور كده فاتوا أو 6 شهور كان في خلاف ما بينه وما بين الراجل ده وابنه ده.